أقام حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم، طلب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته نوال عبد العزيز نور التي سبق لها حمل وثيقة سفر أمريكية وأنها تحمل جنسية أخرى غير المصرية. وطلب أبو اسماعيل في دعواها التي حملت رقم 32817 لسنة 16 قضائية بإلزام وزير الداخلية بتسليمه وتسليم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية وثيقة رسمية تفيد أن والدته لم تحمل جنسية أخرى غير المصرية. وقال أبو اسماعيل أنه تقدم للترشيح لانتخابات الرئاسة في 31 من مارس الماضي، وتردد في وسائل الإعلام أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، لهذا تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطلب إيفاد مندوب من اللجنة إلى مصلحة الجوازات والهجرة للاستعلام عن جنسية والدته والتأكد من أنها مصرية الجنسية خالصة ولم تحمل أي جنسية أخرى. وكان هدفه من هذا الطلب حتى لا يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارا باستبعاده ولا يستطيع أن يطعن على هذا القرار، لأن الإعلان الدستوري حصن قرارات هذه اللجنة من الطعن عليها أمام المحاكم. وأكد أبو اسماعيل أن محاميه ذهب للاستعلام عن جنسية والدته من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وفوجئ برد المصلحة بأن والدته التي توفيت وهي في 70 من عمرها حملت وثيقة سفر أمريكية قبل وفاتها ب4 أشهر.